عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ طبعا انتوا عارفين ان الفيديوهات بتاعتي لكل اكلة حكاية ورواية. انا حكاية الاكلة بتاعت النهاردة تضحك شوية. انا هعمل مندي. الاكلة دي اكلة سعودي، انا كنت بتفرج على التلفزيون ولقيت لي بيعملوها وبيحطوا بقى الرز ويحطوه في حلة وبعد كده يغطوه بشبكة وبعد كده يرصوا الفراخ وبعد كده يغطوا الفراخ ويرجعوا يحطوا ورق ألمونيوم بعد كده يدفنوا الحلة دي. شغلانة لا ليها أول ولا آخر. ورجعت قلت طب ما أنا ليه أعمل ده كله؟ طب أنا عايزة آكل نفس الأكلة بس بخطوات سهلة وبسيطة وكل بيت يقدر يعملها. فجاتني فكرة. ايه هي الفكرة ديت؟ تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجة انا جبت الفراخ غسلتها ونقعتها في مية وخل وليمون زي ما انتوا شايفين كده. نقعتها قيمة ربع ساعة او تلت ساعة عشان تطلع الزفارة اللي فيها. هغسل الفراخ وهوريكم التتبيلة بتاعتها هيكون شكلها عامل ازاي. هنا غسلت الفراخ كويس قوي تمام. هبتدي اجهز بقى ايه التتبيله بتاعتها. اول حاجه جبت بصله مبشوره تمام، وجبت ربع كوبايه زيت وقيمه 5 معالق خل ومعلقتين زبادي تمام. بعد كده بقى نيجي للتوابل بتاعتي اللي انا هحطها في تتبيله الفراخ. اول حاجه انا عندي معلقه هريسه وعندي ماجي وعندي توابل مشكله وعندي فلفل اسود وعندي ملح وكركم و توابل مشكله كبسه تمام. وعندي معلقه زعفران تمام، بودره زعفران صغيره خالص يعني لا تذكر يعني. كل ده هحطه في التتبيله معايا. هدوب كل ده، هقلب كل ده. يبقى انا حطيت ايه؟ بصلايه مبشوره، ربع كوبايه زيت، 5 معالق خل، حطيت تشكيله التوابل، معلقه ملح، واحدة ماجي، فلفل اسود، حطيت معلقة كركم صغيرة، حطيت توابل كبسة، حطيت معلقة توابل مشكلة، حطيت نص معلقة صغيرة زعفران، بودرة زعفران عشان تديني اللون اللي انا عايزاه، وحطيت معلقة هريسة، معلش حطيت معلقة هريسة. هي مش مشطشطه قوي، انا اللي عاملاها في البيت. هبقى اقول لكم على الطريقه بتاعتها والخطوات بتاعتها ان شاء الله. هبتدي دلوقتي احط الفراخ واتبلها بالتتبيله ديت وهسيبها قيمه ساعه. نشوف بقى هنتبلها ازاي. خليكم معايا. امسك الفراخ كده تمام. هتبل الفراخ، هخلص تتبيلة الفراخ كويس وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. دلوقتي انا تبلت الفراخ كويس قوي، هسيبها ساعة تشرب من التتبيلة. على فكرة هي ممكن التتبيلة اللي انا قلت عليها ديت ممكن برضو نعملها للفراخ اللي احنا ممكن نشويها.
ممكن بس بتتبل، ممكن تخليها بقى نص يوم او تعمليها قبليها بيوم علشان تشرب في التتبيله قوي، دي بتبقى طعمها حلو جدا جدا، عشان برضو نتحدى الغلاء وما نروحش نشتري فراخ المشويه من بره وبتكون غاليه قوي. دلوقتي انا خلاص هركنها على جنب واسيبها تشرب في تتبيلتها، وبعد كده هقول لكم بقى هنعمل ايه. انا عندي هنا بصله، عندي ليمون ناشف، عندي ورق لورا، تمام، عندي قرن فلفل اللي مشهوره بيه بحبه جدا، يعني في العيله عندي يعني بيقولوا عليا ام معاذ، وفي نفس الوقت ام فلفل اخضر، بحب الفلفل قوي. وعندي 2 ماجي، وعندي جوز الطيب هاخد منها حاجة بسيطة جدا، وعندي قرنفل، وعندي قرفة، عود قرفة، وعندي حبهان. المكونات ديت مكونات ناشفة، دي اللي انا هحطها مع الرز، خليكم بقى معايا ونشوف الخطوات اللي هنجهز بيها المندي النهارده. دلوقتي بقى انا هبتدي اعمل الرز. شويه زيت، تمام، هجيب البصلايه، مش هقطعها حتت صغيره، لا هقطعها حتت كبيره زي كده، لان كل ده هيطوف فوق الرز، انا مش هحتاجه. احط قرن الفلفل زي ما هو، هحط الليمون، القرفة، القرنفل، الحبهان، ورق اللورا، وهفتح الماجي واحطها، تمام، افتح الثانية، وهقلب. كل ده يا جماعة هيطوف فوق الرز نفسه، انا مش هحتاجه، بس انا عايزة النكهة بتاعته. هحط بشرة جوز الطيب كفاية، شوية فلفل اسود، هقلب كل ده، تمام. خلاص قلبت كده، احط الرز، واقلب. هنقلب الرز شوية، وبعد كده هنزوده مية، هنحط لكل كوباية رز كوبايتين مية، لو كوبايتين رز 4 كوبايات مية. بصوا بقى دلوقتي هي كده بتغلي، انا حبيت بس اوريها لكم، تمام. خلاص هطفي بقى عليها، خلاص اهي. بصوا ميتها بدأت ايه تقل، بصوا الحاجات اللي انا قلت لكم عليها تطلع فوق الرز، كمان لما الرز يستوي خالص كل ده هيطلع ايه على الوش. دلوقتي بقى انا هعمل ايه، هعمل عمليه انتحاريه. بصوا شايفين الصينيه دي،
هو المفروض احطها في طاجن، بس انا ما عنديش الطاجن اللي هيتحمل الرز ده كله، لان دوت كيلو ونص. الطاجن بتاعي صغير شويه، فانا هحط في الصينيه ديت. استنوا بقى وشوفوا العمليه الانتحاريه وازاي هفضي الحله دي في قلب الصينيه ديت. تعالوا نشوف مع بعض. نفرد. هو طبعا لسه ما استواش، انا هحطها في صينيه زي كده عشان ايه ما يستوي، هيزيد طبعا. تمام. هجيب ايه ده، حتة بودرة زعفران. تمام. مش هوزعها كلها، هعمل كده، هحفر حفرة كده. استنى، هحفر حفرة تاني، حفرة كمان واحدة، كمان واحدة، واحدة في النص. واخد بقى ايه بالمعلقة واحط فين في الحفرة دي. ماشي. اوكي تمام كده، خلاص. صبرا على شوية الزعفران تشتغلي شوية. اوكي خلاص كده اهو، وزعت الزعفران. هجيب بقى ورق الألومنيا، هقفل الصينية كويس. تمام. مدخلش فيها اي هوا خالص. ادوس كده على الاطراف كده كده، بحيث ايه يبقى انا كتمت الجناب كلها كده. خلاص. نجيب بقى شوكة واخرم. ممكن نجيب خلة يعني. انا خرمت كتير اهوت. ليه انا بخرم كده؟ لان انا هكمل سوى الرز على البخار، وفي نفس الوقت الصوص اللي هيطلع من الفراخ هينزل على الرز. هينزل على ايه؟ هينزل على الرز. تمام اهوت. هجيب بعد كده، هجيب الفراخ، هبتدي ارصها بالراحه عشان الورق ما يتقطعش. تمام.
معلش هو الفيديو ممكن يكون طويل شوية، بس الخطوات مهمة صدقوني، بحيث ان الطريقة بالظبط تطلع بنفس الطعم اللي انا تخيلته، بنفس الطعم اللي انا تخيلته. بس واحدة خلاص، اخر واحدة تمام كده. انا وزعت الفراخ كلها على الصينية. هبتدي اخد واغطي الصينية. ماشي يا جماعه، سامحوني طولت عليكم شويه، بس صدقوني والله الخطوات دي كلها هتنفعكم وهتاكلوا احلى مندي في الدنيا. ما تنسوش بقى اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان اي حاجه انا اعملها يجيكوا اشعار بيها، ودوسوا لايك، ويا رب الاكله تعجبكم في الاخر. اهي انا كده خلصت وهبتدي احطها جوه الفرن. تعالوا معايا نحطها جوه الفرن ونشوف هنعمل ايه بعد كده. انا حطيت الصينيه في الفرن اهيت قدامكم، هدخلها سخنه تمام، وهقفل عليها الفرن واسيبها من ساعة، يعني ساعة الا ربع لساعة، من ساعة الا ربع لساعة، لان انا هيبقى معظم السوا في الفرن، وهوطي الفرن مش هعليه، الفرن هيبقى واطي تمام كده اهوت. انا وطيت الفرن كده وهسيبها بقى ايه براحتها تستوي. وتعالوا نشوف معانا احلى طبق دقوس سعودي ان شاء الله يعجبكم. هنعمل الدقوس. الدقوس عباره عن ايه؟ عباره عن طماطم وفلفل اخضر وليمون وتوم مفروم، وهنحط شويه خل، وهنحط شويه ملح وشويه كمون وشويه شطه. دلوقتي انا حطيت الليمون، احط معاه الطماطم تمام، الكبه بتاعتي الصغننه ماشي. احط الفلفل اوكي، ماشي. بحبها مشطشطه، انا ولادي بيحبوها مشطشطه، هي عامه الدقوس دي لازم تكون مشطشطه. واحط معلقه شطه مش كبيره قوي، صغيره، واحط ملح، شويه ملح، واحط شويه كمون، توصي بالكمون شويه تمام، وابتدي اضرب بضرب واحده واحده لحد ما كله يتضرب مع بعضه زي ما احنا شايفين كده. هخلص بقى وايه ونشوف هنعمل ايه بعد كده، ونشوف المندي بتاعنا وصل لحد فين. دلوقتي انا طلعتها من الفرن، حبيت اوريها لكم قبل ما اغرفها في السرفيز. هغرفها وهتشوفوها بقى وان شاء الله تعجبكم.
ايه رأيكم كده؟ انا غرفت الاكل، يا رب يعجبكم والف هنا وشفا. اتمنى ان الطريقه تكون عجبتكم، واتمنى ان ما كنتش طولت عليكم في الفيديو. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد واكله جديده وتحدي الغلا.